النهارده هنتكلم عن مسلسل خالد نور وولده نور خالد. انا بعتب على كرو العمل. يا جدعان انتوا ازاي عندكم اتنين من افشخ الكوميديانات في مصر، وعندكم انتاج وصارفين، وبيتذاع على ام بي سي مصر، وفي الاخر عاملين لنا مسلسل معفن بالشكل ده؟ ايه؟ ما اقولش معفن، نحافظ يعني على الصحوبيه اللي ما بيننا. هم مش اصحابنا لسه فيما بعد يعني. طب خلاص يلا نبدا من الاول، ماشي. النهارده هنتكلم عن مسلسل خالد نور وولده نور خالد. بصراحه انا بعتب على كرو العمل، وازاي يبقى عندك اتنين من افشخ الكوميديانات في مصر، وانتاج مصروف عليه وهيزعل ام بي سي، وفي الاخر عاملين لنا مسلسل زي الخرا كده. نعم، عايز ايه؟ هو كده. ايه يا عم، في ايه؟ ما تسيبني اقول اللي براحتي، انت تعمل فيها مخرج زي بتوع رمضان. هم بمناسبه ان هم مخرجين رمضان يطلعوا كلهم بلح الا ما رحم ربي. اسكت يا يابا، اسكت يابا، عايزين نتكلم ونقول اللي عندنا. ايه؟ هتضربني بعد الحلقه؟ طب يبقى مد ايدك عليا كده وانا اروح اشتكي لاستاذ اشرف زكي. هو ما بيعملناش حاجه، وبيقول على طول ان احنا عياله واولاده وهيخدمنا، وما بيخدمش حد غير اصحابه، بس اروح اشتكيه. خلاص يابا، خلص الحلقه واجيلك. خلاص، يلا بينا نبدا الحلقه. يلا بينا. يعني هو ده اللي هيحميك مني؟ جايب لي عيسى الوزاني يعني عشان يضربني؟ يا عم كان لا مؤاخذة نفع نفسه. اللي بياكل على ضرسه ينفع نفسه. يا عم ده طول المسلسل احمد السقا وطارق لطفي هاريين وعلا، وسارقين منه تمثال بملايين، ومفجرين له المخازن بتاعته، وقاتلين له اخته، ومروقينه، وفي الاخر سرقوا منه كل ثروته، واخر المسلسل طلع يقول انا ما حدش قدر يزعلني. كل ده ما حدش زعلك؟ يا عم بقى اجري بقى، جايب لي ده تتحمى فيه. يلا نبدا الحلقه يا عم. نبدا الحلقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مبدئيا كده كل سنه وانتم طيبين. لو اول مره تشوفني اشترك في القناه، فعل الجرس، وتابعني عشان هقول لك على حاجه كده جديده او بره الصندوق. لو مسلسل خالد نور ده كان معايا انا العبد لله المتواضع لله، بس يعني عندي فكر هنكتبه ازاي؟ بس في الاول انسى خالص اللي انت شفته. يعني ما تحطليش اللي انت شفته في ذاكرتك وتحاسبني عليه وانا بقوله لك، لا انسى خالص. احنا هنبدا مسلسل من الاول وجديد. نعتقد ان الانتاج جالي، انا مع احترامي للسيناريست اللي كاتبه على راسي، بس انا بكلمك بفكره تانية. انا بحب دايما افكر بره الصندوق، وافكر ان ازاي اجيب صريخ ضحك. فهقول لكم على فكره انا فكرت فيها، ويا رب لو عجبتك قول لي عجبتني، ما عجبتكش قول لي يا عم اجري بقى، احنا ناقصين. في البدايه كده في تريكتين لازم نعملهم في المسلسل ده عشان كان ينجح. اول حاجه هنلغي مرات شيكو خالص، مش هتبقى في المسلسل، ملهاش دور. خلاص. طيب هنبدا المسلسل كالاتي. الحلقه الاولى فيها ايه؟ لو بدانا الحلقه الاولى ان كريم محمود عبد العزيز ومراته بيدوروا على طفل صغير تايه منهم ومش لاقيينه، وعمالين يدوروا عليه في كل حته. في الحلقه الاولى كلها بيدوروا على ابنهم اللي تاه منهم فجاه، اللي عنده 4 سنين او 5 سنين زي ما شفناه في المسلسل. وبيروحوا للملجأ زي ما راحوا كده في الاخر لسليمان عيد، ويقول لهم انا عندي طفل كويس وفيه مميزات، ويقول بابا وماما ونضحك عادي زي الفل. بس هما الاثنين لوحديهم بيدوروا على ابنهم. قد في الناحيه بقى المقابله شيكو مع شريف رمزي مع ابوه وامه الوهميين دول بيقولوا ان هم لقوا طفل عنده حوالي 4 سنين بس في جسم شيكو ده، وبيدوروا على ابوه وامه. بس انت كمشاهد مش فاهم ايه اللي بيحصل. زي ما قلت لك، انت الغي اللي انت شفته في المسلسل خالص. وده بيبقى شغال طول الحلقه. دول بيدوروا على الطفل الصغير، ودول بيدوروا على اهل الولد ده. وبننهي الحلقه الاولانيه بايه؟ ان كريم محمود عبد العزيز واقف مدينا ظهره، وشيكو بيقول له بابا. فبيلف كريم محمود عبد العزيز ويبص له قوي من فوق لتحت ويقول له بابا مين يا ابني؟ اقطع على هنا. وبكده المشاهد هيبقى مستني الحلقه الثانيه. ايه ده يا جدعان؟ بابا مين؟ وكريم محمود عبد العزيز مين اللي بابا؟ والدنيا فيها ايه؟ شغل بقى فيه ايه؟ سسبنس عشان نستنى الحلقه الثانيه. نبدا الحلقه الثانيه بقى ان شريف رمزي بيحاول يحكي لهم الموضوع كله، وان احنا لقيناه، وان مش عارفين ابوه وامه، بس هي فعلا صدفه غريبه، وهو قال ان كان في انفجار، وانت دور يا عم على الانفجار اللي حصل. ويبدا يقنعهم، ويبدا بقى شيكو نفسه يقول لهم على امراض موجوده جدا جوه الشقه، هو عارفها كويس جدا، وان الباب مكسور، وان اوضته على اليمين، وان بيلعب بلعبه معينه عاينها تحت النيش مثلا. ويقنعهم وهم كمان يقتنعوا ان ده ابنهم فعلا، وعمه فلان وسته فلان، خلاص اقتنعوا ان هو ده ابنهم. وتبدا تدور الحلقه ان هم خلاص مقتنعين ان هو ده ابنهم، بس تايهين مش عارفين يعملوا ايه. يعني مش عارفين يروحوا البيت، مش عارفين يعملوا حاجه. ونبدا نخلق دراما في الحلقه نفسها تضحك، اللي هو ايه، مواقف تانية تدل ان في لخبطه، وانت كمشاهد نفسك متلخبط، هم متلخبطين. وطول بس ما يبقاش لونجير زي ما حصل كده، لا
طول في مشاهد كوميديه، افتعل كوميديا موقف وضحكنا وتمام، وانقل واقطع وشوف ناس كانت واقفه بتتفرج عليهم في الشارع بيقولوا ايه. وهننهي الحلقه الثانيه ازاي بقى يا معلم؟ ان هم خلاص اقتنعوا ان ده ابنهم خلاص، ولازم يروحوا بقى، وهو خلاص ده امر واقع، ده ابننا اللي كان تايه مننا والانفجار حصل والدنيا باظت وخلاص هنعمل ايه؟ ده بقى امر واقع. فهيروحوا، فشريف رمزي يقول له ايه؟ انا هروح معاك، لازم اطمن عليه لغايه ما يوصل البيت. فكريم محمود عبد العزيز برضه متلخبط مش عارف، فبيقول له مراته روحي انت وهو بقى البيت، وانا لازم اقف مع شريف رمزي بقى شويه نتكلم بقى نشوف ايه الدنيا. بس هو واقف عشان يكلم اعز اصدقائه ويقول له تعالى يا معلم انقذني في الورطه اللي انا فيها، انا مش عارف اقول اي حاجه لحد ومحدش هيصدقني غير انت، تعالى لي. يجي له صاحبه يبدا يحكي له خش بقى على شقه كريم عبد العزيز وامه داخله بيه هي وشيكو ومستغربه الموضوع خالص، وهو بيقول لها لا بصي بقى تعالي اقعدي بقى. ايه ده النهارده الثلاث؟ انت بتحبي يوم الثلاث تلبسي البيجامه الزرقاء مثلا او البيجامه الحمراء عشان بتقولي بابا بيجي بدري في اليوم، بيديها الامارات اللي هي ايه، امارات. هي قاعده مستغربه وانت كمشاهد قاعد مستغرب بس بتميت من الضحك، لان شيكو بيعرف يقول افيه حتى لو كلام عادي بيضحك، فهو هيموتك من الضحك اقسم بالله. فهي قاعده مقتنعه ان فعلا ده ابنها، ايه ده بيقول كل حاجه. فجاه الباب يخبط تخبيطه جامده جدا جدا جدا. يا معلم نرجع لكريم عبد العزيز، هو وصاحبه بيقولوا هو دي الحكايه، فصاحبه بيقول له يا عم ده انتوا شاربين حاجه، ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ انتوا لخبطتوا لي دماغي. تليفون كريم عبد العزيز يرن، الو، ايه بوليس الاداب عندي، اقفل. انت كمشاهد برضه هتبقى ايه ده؟ ايه ده في ايه يا جدعان؟ بوليس اداب ايه اللي يظهر؟ هو في ايه يا جدعان؟ احنا مش فاهمين حاجه. هتستنى الحلقه الثالثه. فنفتح الحلقه الثالثه بقى ان كريم محمود عبد العزيز هو وشريف رمزي وصاحبه قاعدين قدام الضابط وقاعدين قدام الجيران يقولوا يا جدعان ده ابننا كان تايه مننا ولقيناه، ويحاول يحكي لهم الناس مش مصدقه. حتى واحد جارهم واقف اسمه عم شكري يقول له يا راجل عيب يا راجل، يا راجل عيب يا راجل، انت عايز تبقى لا مؤاخذه مش راجل عشان تطلع مراتك براءه؟ عيب، ده انا بحترمك، طلعت راجل مش محترم. يقوم شيكو قال له ايه؟ يا عم شكري ده انا بحبك، يا عم شكري عيب الكلام ده، عيب تغلط في بابا وانا واقف. انت فاكر من كام يوم لما كنت طالع بواحده حلوه على الشقه وانا شفتك قلت لك مين دي يا عم شكري؟ فقلت لي دي اختي، واتلخبطت كده وانت مديني 50 جنيه قلت لي انزل هات لك حاجه حلوه. فالراجل يقول ايه ده حصل فعلا يا ابني، بس ما ده ايه اللي انت بتقوله ده ما حصلش. فمراته تقول له ايه يا معلم مين اللي كانت معاك دي؟ ويمسكوا في بعض، وادي موقف كوميدي. هتقوم واحده غيرتهم تقول لهم ايه ده كذاب ويوقع ما بينكم، اكيد الكلام ده ما حصلش. فيبص له يقول لها يا طنط اعتماد، يا طنط اعتماد عيب، يا طنط اعتماد انت كمان، انا ما بكذبش، مش انا كنت عندك من كام يوم بلعب مع سعيد ابني وعمته اتصلت بيكي وبعد ما قفلتي قلتي انا ما بحبش الست الحربايه دي تكلمني، اكيد وراها خازوق، وانا قلت لك يعني ايه حربايه؟ قلت لي اسكت يا واد انت ما تتدخلش من اللي مالكش فيه. تستغرب. المهم نقعد نعمل مواقف كوميديه ان الجيران نفسهم يصدقوا ان فعلا ده نور الصغير اللي كان موجود وتاه وكبر فجاه واحده، ويبقى لا حول ولا قوه الا بالله. طولش عليك قول لا طول، وهنفضل برضو ماشيين بمواقف كوميديه عادي جدا ومش هنشيل حاجه. يعني هنحط معانا بشاميل برضو وهم برضو رايحين يجوا ورا الحقيقه، وهنحط معانا برضو علمي. بصوا ياسر الطبجي وحمزه العيني بيموتوني من الضحك، يعني وجبه كوميديه جامده جدا، وبيروحوا برضو يدوروا ويعملوا كل حاجه. بس في مواقف كوميديه في النص ممكن نعملها، اللي هي ايه بقى؟ ان شيكو هو لسه مصمم ان هو طفل فبيتعامل مع ابوه على انه طفل. تعال نروح بقى موقف كوميدي، مثلا واقفين قدام كشك، فهو مثلا كريم محمود عبد العزيز بيجيب حاجه، فشيكو يدبدب في الارض ويقول انا عايز جاكور، انت ما بتجيبش جاكور ليه زي الابهات؟ يقوموا حاطين جاكور في سياق درامي ادينا بنشوفه، بدل ما بنشوفه بالعافيه اعلان في المسلسل ما ملوش اي تفصيله، بس اهو حطيناه. فالراجل بتاع الكشك يستغرب ايه يا عم العالم العبيطه دي، وتحصل مشاجره مثلا، شاد يا حرامي من هنا انت وصاحبك. تعال نروح لموقف تاني، هو واقف هو كريم محمود عبد العزيز على جنب، وواحد معدي هو وخطيبته دي حلوه قوي. فيقوم شيكو قال ايه الله طنط دي جميله قوي، فخطيبها يسمعه يروح يقول له انت يا عبيط انت بتعاكس خطيبتي وانا معايا. فكريم محمود يقول له ايه يا عم انت بتتكلم عيل صغير كده ليه؟ يقول له ده بيعاكس خطيبته وانا ماشي معاها. يقول له عاكسها ايه يا عم؟ يقول له ده طنط جميله وحلوه وزي القمر وشكلها طيب. يقول له انت كمان بتعترف عليه، ويمسكهم يضربهم. وهو كريم محمود عبد العزيز في وسط الخناقه يشاهد الناس، راجل طويل عريض بيضرب عيل صغير عنده 5 سنين عشان قال على مراته حلوه او خطيبته حلوه. اعمل مشاهد كوميديه يا عم، اعمل مشاهد كوميديه، بص ضحك الناس، طلعوا على الاسم يعملوا محضر في الراجل ان هم على حق والراجل على حق، الظابط يشوفهم يقول لك ايه ده؟ العيال دي رافعه ايه؟ يدخلهم الاسم. يلا يا معلم المساجين بتعمل تشريفه لاي مساجين داخل،
هم بقى بالذات يشوفوهم يقول لك هم عم دول رافعين رفعه بنت لذينه، شحطين، واحد فيهم بيقول للواحد يا ابني، واحد تاني بيقول له يا بابا، والعمليه بايظه. الظابط يجيبهم تاني يوم يقول لك بس البرشام انتهى، تعالى يا معلم. ايه الدنيا اليوم زي ما هم، يحولهم على مستشفى المجانين. خش في مستشفى المجانين يا معلم، المجانين نفسهم يقولوا لبعض ايه ده، احنا اخيرا جالنا مجانين بجد. ضحك، اخلق مواقف كوميديه يا معلم. الموضوع ببلاش، بص الورقه والقلم ببلاش، بس الخيال والفكر بفلوس. ده انت يا عم انتاج يا عم، انتاج يا عم، ده احنا بنحلم بربع فرصه. اعمل ده كله وافضل ماشي للحلقه ال 13 بنفس السيمتريه ديت والضحك دوت، واللي انا كمشاهد مش فاهم حاجه. وفي الحلقه ال 13 صاحب كريم محمود عبد العزيز يكلمه يقول له الواد اللي عندك ده فعلا نصاب زي ما انت قلت. ليه يا معلم؟ انا وانا ماشي في اكتوبر لمحت واحده ماشيه معاها ابنك نور بجد، وقلت ده الواد ده شبه نور، فبصيت له لقيت الواد بيشاور لي، على بال ما لفيت بالعربيه كانوا اختفوا. يقوموا طالعين على الاسم جايبين الحكومه لشيكو والشريف رمزي ياخدوهم، فطبعا شريف رمزي دكتور فلازم يعترف بقى في الموقف ده، ونيجي نبص نلاقي ان شريف رمزي كان هو اللي ورا الحوار ده كله، والواد فعلا موجود بس هو اللي خفاه، هو اللي خفاه في مكان ما، وبيعترف وبيقول لكريم محمود عبد العزيز انا علمته، جبت له احسن مدرسين، بجيب له شوكولاته كل يوم، بربيه احسن تربيه، بعمل معاه اللي انت ما تعرفش تعمله له عشان خاطر كنت احطه تحت الملاحظه بتاعتي. وابدا بقى الحلقتين ال 14 و 15 زي ما انت عملتهم كده، انا موافق، بس ما تحشيليش كده لونجرات كده بسيطه وعبيطه وما فيهاش اي ضحك، اعمل فكره جديده. عموما انا والله عشان انا لسه يعني بدايتي في الفيديوهات فعملت لكم فيديو سريع. انت بقى يا معلم لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل الجرس وتابعني، وسيبني بقى اشوف مشكلتي مع المخرج. انت تضربني انا؟ ايه؟ انا ممثل فاشل؟ ما اعرفش امثل دور دخان خارج من مدخل الكبابجي؟ طب امثلها ازاي دي؟ صحيح صعبه قوي. عموما والله ما انا سايبك، انا هديك حته علقه. قول قفايا. طب وربنا لا اقول لامك سلام.